السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد ياسر التونسي، وفي الفيديو ده هتكلم على حاجة طبعا يعني من اهم المشاكل اللي بتحصل في الدنيا كلها عامة دلوقتي، بالذات الجنريشن بتاعنا يعني. بس كانت بالذات معايا، وهي ايه؟ السوشيال ميديا ادكشن عامة. لو انت زيي، فانا كنت بقعد بال8 ساعات على الموبايل في اليوم، اذا كانت ريلز ولا تيك توكس ولا ايا كان. كنت بقعد وقت جبار يعني. والمشكلة حتى ما كانتش في هنا. المشكلة ان انا ما بين كل ثانية بعمل حاجة والثانية التانية بعمل حاجة تانية، انا قاعد على الموبايل. ليه؟ عشان معايا وقت فاضي فقعد على الموبايل. فالمشكلة عندي دي كانت بتكتر مع الوقت طبعا، وبتكتر مع السن، وبتكتر مع كل حاجة، وباخد راحتي اكتر واكتر ان محدش يتكلم معايا ومش عارف ايه وكده، لحد مشروع التخرج بتاعي. مشروع التخرج بتاعي ده مخلصه بقالي شهر مش شهر، يعني شهرين يعتبر. وفي الفترة دي هي أكتر فترة أنا حسيت فيها إمتى حبل تفكيري بيتقطع لو لمست الموبايل، إمتى النوتيفيكيشنز بس لوحدها بتريجر إن أنا أمسك الموبايل، إمتى مش عارف إيه. بتاخد بالي إن أنا أصلا وقتي قليل قوي في حوار مشروع التخرج ده. فأي ديستراكشن أو أي حاجة ملهاش لازمة، مش اقول لك كانت بتدمر الدنيا وبتاع، بس كانت بتبان، كانت جت هايلايتد في اليوم كده. ان انا كنت قاعد شغال 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 شغال، بعد كده مثلا مسكت الموبايل، بعد كده بقيت بس ببدأ اشتغل تاني بقى عشان اجين المومنتوم بتاع شغلي واركز في كل حاجة تاني واشتغل موبايل. فكان لازم طبعا اعمل حاجة. انت فكرتك وواجبك على نفسك وربنا ان انت تشوف انك تكون بتتحسن، وانك تكون شايف كل حاجة فيك وكل حاجة وحشة ممكن تحسنها في نفسك، وكل حاجة انت مقصر فيها، وكل حاجة من الناحية دي يعني. ف... فانا قررت ان انا همسح السوشيال ميديا. انا مش عايز سوشيال ميديا، ولا انا ب بروديوس الريلز والتيك توكس والحاجات اللي انا عاوزها، ولا انا بستفاد من مثلا حاجة معينة على الانستجرام وتيك توك. ف... فقلت امسحها. انا همسحها مثلا شهرين. انا كنت في دماغي شهر الاول، بعد كده لما لقيت ان انا اصلا فاهم لسه ادكتد، واللي هو لا طب اتفرج على اليوتيوب، طب اتفرج على نتفليكس، طب انا مش عارف ايه، لا طب خليتهم بقى، وقفت دول برضو وايه، خليتهم شهرين ونص دلوقتي تقريبا. تقريبا يعني شهرين، حوالي شهرين بالظبط. ف بقى انا موقفتش يوتيوب قوي يعني. وقفت الشورتس بتاعت يوتيوب، كنت بتفرج على فيديوز مش كتير على يوتيوب عشان في حاجات مهمة وكنت بريسيرش عليها وكده. وفرق بقى جبار يعني، فرق جبار. انت فكرة انك تكون زهقان ده بنت لذينة. انا في الشهرين دول، انا عارف ان ده رقم قليل، انا عارف، بس انا مخلص حوالي 150 صفحة في كتاب انا كنت بقالي 4 شهور نفسي اقراه. كل مرة اقرا صفحة ولا صفحتين وافكس له. أم، بدأت يعني ابدأ اخد بالي من قد ايه في وقت فاضي. فبقيت انا لسه مخلص جامعة. فقبل ما ابدأ اي حاجة، وقبل ما ان شاء الله ربنا يرزقني بشغل وكده، محتاج أأجز شوية. فبقيت مركز جدا في الأجازة. بقيت بقعد مبقعدش يعني، لو رحت مثلا صيفت في أي حتة، مفيش فكرة قعدة الموبايل دي. عارف انت مثلا وانت بعد البحر، ولا وانت لسه صاحي، ولا أيا كان، مفيش. فبالتالي أنا خدت بالي أكتر من الوقت اللي في الصيف، وخدت بالي كده كمية الوقت اللي أنا عملته في حاجات أنا كنت عايز أعملها، زي إن في يعني في اب مثلا عايز أشتغل بقالي فترة نفسي أشتغل عليه، فترة يعني سنتين تلاتة مثلا. وانا اسف على صوتي لو في ده، عشان لسه صاحي. الساعة دلوقتي 7 الصبح باين ولا حاجة كده، 7 الصبح. ف فكمية الوقت والطاقة اللي انت
تكتشف ان هما عندك بنت لذينة. كمية الافكار اللي بتبدأ تطلع بنت لذينة، كمية الحاجات اللي بتبدأ تفتكرها ان انت مثلا ايه ده، انا كنت بحب اعمل كذا وكذا وكذا، وكنت بحب اركز في كذا وكذا وكذا. مليون الف حاجة كده انت بتبدأ تكتشفها عن نفسك، فاهم؟ ف فاشتغلت كتير على الابليكيشن، اشتغلت كتير على نفسي، اشتغلت كتير على حاجات اللي انا كنت موقفها، زي ان انا مثلا، زي ان انا طبعا في ايام لما كنت عندي السوشيال ميديا ما كنتش بعرف انام بدري ولا مره كنت بعرف انام بدري في الدنيا. انا بنام بخش انام مثلا واحدة اروح نايم اتنين، بخش انام اتنين اروح نايم تلاتة، بخش انام 12 اروح نايم اتنين، فاهم؟ يعني كمية. وطبعا عقبال بقى ما اسيب الموبايل وانام من كتر بقى الاشعاع والبلو لايتس اللي في عيني، باخد وقت كتير قوي عقبال ما انام. وطبعا السليب كواليتي بتبقى زي الخرا. لو انت زيي، لو انت السوشيال ميديا عندك موقفاك لحد ما، وحضرتك ما انتش انفلونسر، امسح كل حاجة، امسحها حتى لو الاكونت هيضيع. عشان ده اللي كان في دماغي، دي الحجة اللي كانت في دماغي لما كنت قاعد بقول امسح ولا ما امسحش. قلت يعني خلاص اني انا تيك توك عندي ايه 100 فولور وانستجرام عندي فولورز كتير قوي ومعظمهم صحابي وقرايبي والحاجات دي كلها، بس يعني خلاص يعني انا كده كده المفروض كونتنت كريتور يعني. هرجعهم كلهم ان شاء الله. وكده كده عايز اركز على حاجه على انستجرام، عايز اركز على تيك توك بالذات، واركز على الحاجات دي كلها اكتر. ايا كان number of the followers اللي كان عندك مش هتفرق معاك. و معلش انا حوار الفولورز ده انا اخدته ناحيتي شويه، ناحيتك برضو مش هتفرق معاك انت شخصيا قوي. ولو هتفرق معاك فدي حاجه انت محتاج تقعد ما بينك وما بين نفسك اصلا فيها. ان يعني بجد numbers doesn't matter. صحابك هيرجعوا لك تاني في البروفايل الجديد ايا كان. و... وبس. وبرضه نصيحتي ليك بعمل كونتنت يعني على الحاجه اللي انت حاببها يعني. بس انت واجبك على نفسك في الدنيا دي ان انت تتحسن كل الانواع، تبقى بني ادم كويس في الكوميونتي اللي انت عايش فيها، تبقى عبد كويس لربنا و... والرسول يعني انك تمشي وراه وكل حاجة، تبقى صديق كويس وزوج كويس واب كويس، وكل حاجة انت محتاج تتحسن في كل حاجة بينك وبين نفسك. واهمهم ما بينك وبين نفسك، اهمهم تكون شخص بني ادم عارف نفسه، بيتحكم في نفسه، بيتحكم في كل حاجة، هو غرايزه كلها، احاسيسه كلها، بني ادم under control. ماشي، دي حاجة من الحاجات ال... اللي واجبك عليك كمسلم كمان اصلا. والا ما كانش هيبقى الطلاق في ايد الراجل. يقولك الراجل مش عارف ايه عن النساء، انت فاهم قصدي يعني. بس فواجبك عليك انك تتحسن، واجبك عليك انك تاخد بالك ايه حاجات بتأثر في حياتك، ايه حاجات بتأثر على حاجة بتأثر في حياتك، ايه حاجات زي انك تمسك الموبايل بالليل بيأثر على quality of sleep، بيأثر على طاقتك وتركيزك بكرة اليوم اللي بعديه. ده واجبك في الدنيا، وده احسن احساس في الدنيا اصلا. بس سوري على الغيبة الطويلة. لأي حد من الناس السبسكرايبرز اللي عندي من زمان، my bad. at least الجود نيوز انا actually بقيت مهندس، خلاص اتخرجت. المهندس احمد. الله يبارك فيك حبيبي، شكرا. فكنت مسحول طبعا ان انا اتخرج، وكنت مسحول ان انا فعلا كان من اكتر الاوقات اللي انا ركزت فيها في حياتي، ومن اكتر الاوقات اللي انا تعبت فيها في حياتي، ان انا مشروع التخرج بتاعي وكان وشوية مواد وحاجات عشان اتخرج عامة. ماشي. ومن اكتر الاوقات اللي جت على نفسيتي جدا جدا جدا، عشان طبعا كنت خايف ان انا اسقط،
وكنت جاي على نفسي قوي في مشروع التخرج وكده، فده اكتر وقت انا اتخنت فيه. لو مش باين عليا فانا اتخنت جدا جدا جدا. و... ورجعت شويه. يعني انا لو انت شايفني اتخن دلوقتي فانا كنت اتخن بمرحلتين كمان مثلا، فدلوقتي الموضوع اندر كنترول شويه، اتليست في العضلات، عشان بدات اروح الجيم تاني وبدات اصحى الصبح بدري وبدات اعمل. ف بس يا رب تكون بتسعى اللي انت عاوزه. يا رب يكون تعمل واجبك لنفسك ولربنا والناس اللي حواليك كويس. ويا رب تكون، يا رب توصل لكل حاجة انت عاوزها. ويا رب تعمل لايك وسبسكرايب. ماشي، اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.